وسط أجواء درامية الدوري المصري، الأهلي وفاركو وبيراميدز وسيراميكا، مباراتين فيهم العجب. فوز النادي الأهلي فوز ساحق، واحنا قلنا الكلام ده قبل المباراة بساعتين، وده كان توقعنا. وقناتكم الآخر قناة مصداقية كلها شفافية، وكلامنا هنا يعني توقعاتنا 100%، لأن احنا حسب رؤيتنا للمباريات وحسب رؤيتنا للأداء اللعيبة وتحليل ليهم. النهارده كانت مباراة قوية من النادي الأهلي، استطاع إن هو يفوز بفوز ساحق على نادي فاركو. النهارده نادي فاركو كأنه ما جاش أرض الملعب استاد القاهرة. النهارده الدرع موجود في نادي الجزيرة. النادي الأهلي مبروك النادي الأهلي بطولة الدوري. وعندنا نادي بيراميدز بيفوز 5-1 على نادي سيراميكا، وفوز غير متوقع على نادي كبير زي نادي سيراميكا في ظل الأداء في المباريات الأخيرة. النهارده نادي بيراميدز بيحتفل كمان هو كمان في أرض الملعب، هو لاعيبته وإدارته مع الجمهور اللي موجود داخل الملعب. النهارده يعني مباراتين يعني غاية في الدراما، فاحنا منتظرين نشوف مين في ظل الأحداث والمواصلات والمحكمة الرياضية. احنا عندنا الأهلي بطل الدوري، مش عارفين بكرة مين اللي هيكون بطل الدوري، هل الأهلي ولا بيراميدز؟ وده كان فيديو معاكم للآخر.